أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. أول شيء كلمة أمن متكونة من مقطعين، أم زائدا من استفهامية، من يبدأ الخلق ثم يعيده، من استفهامية. الآية المباركة تتحدث يبدأ الخلق عن بداية الخلق، وهل المقصود بيبدأ الخلق هو خلق الإنسان خاصة ثم يعيده، أم أن الخلقية المذكورة في الآية المباركة هي مطلقة، يعني جميع الخلق، الإنسان وأجلكم الله الحيوان والملائكة والسماوات والأرض، يعني خلقية مطلقة. طبعا الجواب أنه الإنسان ممكن أن يكون الآية متعلقة بالإنسان، أمن يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده يوم الحساب يوم القيامة. الآية المباركة ربما تكون منطبقة عن الخلق بصورة عامة، يعيده الله سبحانه وتعالى لمحاسبة الإنسان ولمحاسبة على الأعمال التي يقوم بها في الحياة الدنيا. إذن الآية تتكلم عن قضية أساسية جوهرية هي الخلقية. من يبدأ الخلق؟ يعني الإنسان ممكن أن يوجد شيء ما ولكنه لا يبدأه، الأسباب التي توجد هذا الشيء هي غير مبتدأة أصلا، بل هي ثانوية. إذن الخلقية أمن يبدأ الخلق، بداية الخلق من يوجده ثم يعيده. إذن بداية الخلقية لله تعالى، وإعادة هذا الخلق هو لله تعالى أيضا. إذن الإنسان من ضمن هذا الخلق، وعليه فأن من يدعي الألوهية أو الربوبية فأنه واهم وباطل، لأن الإنسان مخلوق بدأه الله تعالى ثم بعد ذلك يؤدي به إلى الفناء بواسطة الموت، ثم بعد ذلك يعيد وجوده ليحاسبه يوم القيامة. يعني ربما تكون الآية مختصة بآدم وبنيه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله. إذا كانت الآية مختصة بآدم وبنيه فإن الآية المباركة تتحدث إلى العقلاء فقط وهم بنو آدم. أما إذا الآية الخلقية مطلقة، يعني أمن يبدأ الخلق مطلقا النجوم والكواكب وغيرها من المخلوقات والملائكة، فإن هنا آدم يكون جزء من هذه الخلقية، ليس جوهر القضية وإنما جزء من هذه القضية الكلية كما يقال. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله سبحانه وتعالى، ويعيده للحساب هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان جزء من هذه الخلقية التي بدأها الله تعالى ثم يقيمهم يوم القيامة للحساب وللوقوف بين يديه للعدالة الإلهية التي تنتظر الجميع، والحمد لله رب العالمين.